بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده لكل واحد معاه دبلوم تجارة، دبلوم صنايع، دبلوم فني. النهارده بكلمك في فرصة عمل جديد لإدارة جديدة اتعملت في الشركات والمصانع وبدأت تتفعل جدا. وخد بالك ان ديت الفرصة فيها ان هي مرتباتها كويسة جدا. الشهادة بتاعتنا ممكن تشتغل بيها. اهم حاجة انك انت تركز معايا. لو انت ما تعرفنيش، انا القبطان احمد خليفه. القبطان احمد خليفه اشتغلت في البحر 25 سنه، وبعديها اشتغلت على الارض 20 سنه. 20 سنه بشتغل في اداره السلامه والصحه المهنيه لشركات مالتي ناشونال، الى ان وصلت ان انا دلوقتي مدرب معتمد على مستوى الشرق الاوسط. النهارده هكلمك عن الاداره دي مرتباتها كويسة جدا. في نفس الوقت لو انت حتى مش هتشتغل في المجال ده، هتقدر تحط الشهادة بتاعتك ديت في السيرة الذاتية بتاعتك. هعلمك ازاي تخش الإدارة دي، ازاي تشتغل فيها، ازاي الحركة اللي بتتم فيها، جميع الاستراتيجيات بتاعت هذه الدورة التدريبية المجانية. هتخش ازاي في أول خطوات ليك في هذا المجال. هديك كمان شهادة انك انت تقدر تشتغل بيها، لان انا معتمد من الحكومة الامريكية في ان انا ادي الشهادات ديت على مستوى الشرق الاوسط. ركز معايا في الفيديوهات اللي جاية المجانية. هحطك على أول الطريق، هعلمك جميع الاستراتيجيات المهمة جدا في إدارة السلامة والصحة المهنية. هعلمك إزاي تخش الإدارة دي أو تخش المجال ده من الألف إلى الياء. هخليك إذا كنت حاسس إنك أنت مرتبك ضعيف في الشغلانة اللي أنت بتشتغلها، فأنا عاوز أقول لك إن الإدارات ديت بقت مطلوبة دلوقتي. لو انت ما تسمعش عنها، ابدأ اسأل، ابدأ اعرف ايه الادارات ديت وبتشتغل في ايه وايه هي المجال بتاعها. وبعدين بعد كده هخليك بقى تخش في الإدارة ديت من الألف إلى الياء، في أول خطوات النجاح ليك في تغيير نوع عملك، في تغيير شغلك، من تغيير حياتك بالكامل. وده كله عشان خاطرك وعشان خاطر مستقبلك وعشان خاطر مراتك وولادك، وان شاء الله يكون خير عليك وعليا باذن الله. مش عاوز منك اكتر من انك انت تكتب لي الايميل بتاعك في الكومنت تحت، او تليفونك اللي عليه واتس، عشان ابعت لك اللينك بتاع اول فيديو مجاني عشان تسمعه. ولانك انت لما تكتب لي دوت هبقى عارف ان انت مهتم، والاهتمام ده هيخليني ان انا ابقى عندي حافز في ان انا في حد مهتم معايا، فانا لازم اعلمه واعلمه. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإدارة السلامة والصحة المهنية بتحافظ على القوى البشرية، وبتحافظ على الممتلكات، وبتحافظ على الخامات إذا كانت لسه قبل الشغل أو بعد الشغل. هوريك إزاي تخش، هعلمك إزاي تبدأ أول خطوات ليك في خطوات النجاح في الإدارة ديت أو إدارات السلامة والصحة المهنية. وده لانك انت مهتم وكتبت لي ايميلك او تليفونك عشان ابعت لك عليه. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.